يريد وزير المالية ليندنر تقليل المزايا المقدمة لطالب اللجوء، وقال في التقرير من برلين إن هذه ستكون بمثابة مغناطيس كما حمل الولايات مسؤولية التخفيضات. ويريد وزير المالية كريستيان ليندنر تنفيذ مطلبه بتخفيض المزايا المقدمة لطالب اللجوء في الحكومة وفي المقابلة التي وردت في التقرير من برلين. قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر إنه وزميله في الحزب وزير العدل ماركو بوشمان طرح هذا الاقتراح لأنه كان من الواضح أن دولة الرفاهية بفوائدها العالية للغاية مقارنة بأوروبا تتصرف كدولة مستقلة مغناطيس، ويجب إيقاف هذا. وأشار ليندنر إلى أن الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء تدفعها الولايات والبلديات، وسوف يتفهم الأمر إذا طالبت الولايات الحكومة الفيدرالية بالمساهمة في تكاليف الهجرة. على العكس من ذلك، يجب أن يتحملوا مسؤولية خفض الأعداد. وشدد وزير المالية على أنه يمكن تقليل عدد طالبي اللجوء عن طريق خفض مستوى قانون إعانات طالب اللجوء إلى مستوى مسؤول. الأمر لا يتعلق بمنافسة رديئة، لكن لا يمكن أن يبقى الأمر على ما هو عليه الآن. انطلق المستشار شولتس في رحلة أخرى إلى أفريقيا، يريد إقامة المزيد من العلاقات الاقتصادية في نيجيريا وغانا، وكانت محطته الأولى في أبوجا تتعلق بالغاز الطبيعي على وجه التحديد، حيث يقوم المستشار شولتس برحلة إلى إفريقيا للمرة الثالثة خلال فترة ولايته. الوجهة الأولى للرحلة التي تستغرق 3 أيام هي العاصمة النيجيرية أبوجا، وفي للدولة الأكثر سكانا والأقوى اقتصاديا في القارة. ينصب التركيز الرئيسي على توسيع التعاون في قطاع الطاقة، وأوضح شولز في مقابلة أجريت معه أنه بالإضافة إلى واردات النفط الحالية يرغب أيضا في استيراد الغاز الطبيعي. وقال شولز لصحيفة ذا بنش النيجيرية إن نيجيريا تمتلك أكبر احتياطيات من الغاز في إفريقيا. الشركات الألمانية مهتمة بإمدادات الغاز من نيجيريا وتتطلع إلى العمل مع شركات الغاز النيجيرية. وتعتمد ألمانيا أيضا على المبادرات المشتركة لتعزيز إنتاج الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل. تعتبر سلطات الهجرة الفعالة ضرورية من أجل تنفيذ خطط الحكومة الفيدرالية للهجرة والترحيل. أظهرت دراسة جديدة أن المشاكل هائلة بالنسبة لميلاني شميكلر، تعتبر وظيفتها أيضا بمثابة دعوة لها، وهي ترأس مكتب الهجرة في دورتموند. ومن المهم بالنسبة لها أن تكون السلطة في وضع جيد يمكنها من تنفيذ المهام العديدة، لأنها في تزايد مستمر بسبب القوانين الجديدة، مثل هجرة العمالة الماهرة أو التجنس أو الترحيل. فالمتطلبات على موظفيك مرتفعة، واللوائح القانونية المتغيرة باستمرار معقدة. في عام 2012 كان لا يزال هناك 80 موظفا في هيئة دورتموند كما يقول شميكلر، ويبلغ عددهم الآن 180. والحاجة تتزايد، ويتحدث رئيس الهيئة عن علامة اقتباس ضغوط هائلة للتحرك، علامة اقتباس في كافة المجالات. الموظفين لا يكفي، وتقول إنها تتخمر وتحترق في كل مكان، وقد زاد عبء العمل بشكل كبير. ويعلق المستشار آمالا كبيرة على سلطات الهجرة. وقال أولاف شولتس مؤخرا في شبيغل: علينا أخيرا ترحيل أولئك الذين ليس لهم الحق في البقاء في المنيا على نطاق واسع. وهذا غالبا ما يكون غير ممكن على الإطلاق. على سبيل المثال، لأن أوراق طالبي اللجوء المرفوضين مفقودة، أو أن بلدانهم الأصلية لا تستعيدهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلطات الهجرة التي يتعين عليها التحقق مما إذا كان طالب اللجوء الملزمون بمغادرة البلاد يمكن ترحيلهم ليسوا في وضع جيد. وقد بحث باحثو الهجرة في سبب ذلك في دراسة جديدة بتكليف من مؤسسة بارتلسومان. أجرى علماء من جامعة هيلدسهايم وجامعة دويسبورج إيسن دراسة استقصائية حول 90 من سلطات الهجرة، وأجريت مقابلات معهم بقيادة الموظفين. يقول 92% ممن شملهم الاستطلاع أن عبء العمل قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولم يقدم 8% أي معلومات، ولذلك فإن الإحباط كبير. وذكر 72% أن الموظفين الجدد ليس لديهم معرفة مسبقة كافية من تدريبهم أو وظائفهم السابقة،
وصنف الباقون هذا على أنه جزئيا أو لم يقدموا أي معلومات. أفاد تقرير لصحيفة فيلت أم زونتغ الألمانية أن عدد طالبي اللجوء الأتراك الواصلين إلى ألمانيا في شهر واحد تفوق للمرة الأولى منذ عام 2014 على عدد طالبي اللجوء السوريين. ففي شهر تشرين الأول الحالي وصل 9000 لاجئ تركي إلى ألمانيا، وتقدموا بطلبات لجوء بزيادة 200% عن نفس الشهر من عام 2022، فيما بلغ عدد اللاجئين الأتراك الواصلين لألمانيا هذا العام 60,000. يصل معظم طالبي اللجوء الأتراك إلى ألمانيا قادمين من صربيا التي يسمح لهم بلا السفر إليها من دون فيزا. برأت محكمة ألمانية مربية أطفال من تهمة الإهمال الذي أدى لوفاة الطفل السوري غيث عن عمر عامين. في عام 2021 توفي الطفل غيث نتيجة اختناقه أثناء نومه في فترة الظهيرة في سريره في إحدى دور الحضانة في مدينة غيلزينكيرشا. اتهم المدعي العام المربيتين بالإهمال وطالب بالحكم عليهما بالسجن ل10 أشهر، إلا أن القاضي لم يقتنع بالأدلة المقدمة وحكم لهما بالبراءة.